السلام عليكم. تخيل معايا واحد الأرض مساحتها كبيرة. قداش؟ تقريبا 5000 متر مربع، مبرمجة من زمان باش تبنى فيها مدرسة لولاة الشعب. ولكن فاش جا وقت الحقيقة المدرسة ما تبناتش، والأرض مشات لشركة خاصة بثمن أقل بزاف من قيمتها الحقيقية. وفجأة عامل إنز كان أيت ملول إسماعيل أبو الحقوق كيتعفى من المنصب ديالو. السؤال: شنو وقع بالضغط؟ شكون رابح وشكون خاسر في هذه القصة؟ باش نفهموا القصة خاصنا نرجعوا لسنة 2017. العقار كان واضح، مدرسة عمومية، الناس تفرحوا، قالوا أخيرا ولادنا غيلقاو بلاصة يقراو فيها. لكن وسط الظلام وثيقة تبدل، رخصة استثنائية كتقلب الموازين. الأرض ما بقاتش مرفق عمومي، تحولات لمشروع تجاري. ومن هنا بدات الريحة تطلع. العقار المشبوه، المساحة 4771 متر مربع، الثمن اللي تباع به 2.34 مليون درهم. ولكن القيمة السوقية الحقيقية كاين اللي كيقولوا أكثر من هذا الرقم بمرات. واش هذا مجرد صدفة ولا صفقة مربحة لناس محددين؟ من المستفيد؟ هنا كتبان الأسماء. الشركة اللي خدات الأرض مسجلة باسم زوجة منعش عقاري معروف في المنطقة وزوجة مسؤول بارز في وزارة الداخلية. شوفوا المفارقة، عقار مخصص للمدرسة كيولي في إيد هافئلات قريبة من نفوذ المال. واش هذه صدفة ولا تضارب مصالح صارخة؟ مدينة إنزغان كتغلي، الناس كيعرفوا أن أولادهم كيقراو في أقسام فيها 50 ولا 60 تلميذ، كيشوفوا المدارس قليلة والحي محتاج لمؤسسة جديدة. وفجأة كيكتشفوا أن المدرسة تحولت لمول تجاري. واش فعلا الاستثمار أهم من مستقبل التلاميذ؟ القضية ما زالتش، بالعكس بدات. أرض ديال 4671 متر مربع، مدرسة تحولت لمول تجاري، إعفاء عامل وشبهات تضارب مصالح. الأسئلة اللي بقاو مفتوحين: واش التحقيق غادي يطيح أسماء جديدة؟ واش العقار غادي يرجع للمصلحة العامة؟ واش هذا الإعفاء مجرد خطوة صغيرة ولا بداية عهد جديد في الشفافية؟ الجواب غادي يبان في الأيام الجاية، غادي يبان في الأيام الجاية. الله يعونكم.